أما المنتخب الفرنسي يليهم في مناسبتين، فهل ألمانيا تضيف لقب جديد؟ تطلعات الجماهير الإسبانية سنتابع الآن. لا أحد يفكر في الشارع الإسباني في شيء يختلف عن عودة منتخب بلاده باللقب الرابع في مسار الروخة في اليورو لثقة الأنصار بمنتخب يديره مدرب لم يلقى الترحيب في بداية مشواره مع المنتخب الأول. الكثيرون يعتبرون أن إسبانيا بما يملك منتخبها من لاعبين وبما قدمه هؤلاء اللاعبون طيلة المباريات الست قادرة على تخطي العقبة الأخيرة في مواجهة المنتخب الإنجليزي. Cuando empezó la fase de grupos y tal, yo a España la vi bastante bien, sobre todo con Croacia a partir del primero. Y luego ya cuando ganamos a Alemania, pues qué más decir. A mí no me flipaba, la verdad, pero bueno, ahí están los resultados y ha callado bocas a todo el mundo, a mí el primero. O sea, yo creo que lo que está haciendo él es hacer un equipo, que es clave, es clave. Al final se nota que están comprometidos, que se llevan bien entre ellos y que van hacia adelante. Otros equipos tienen mucha estrella, pero el equipo es la clave. حتى وإن كان رهان أنصار منتخب إسبانيا قائما على كل اللاعبين بمن فيهم البدلاء، البعض منهم يمني النفس بل يثق باكتشاف اليورو لامين يامال وأهدافهما. Lamine Yamal, yo soy del Madrid, pero ya sabía por dónde iba, por desgracia para los madridistas, pero por suerte para la selección. Y Nico me ha sorprendido también. Yo pensaba que era un jugador más de medio pelo y está demostrando que no. Así que vamos a ver qué pasa el domingo. Pues mira, a mí el que más me está gustando es Rodri. La verdad, un seguro en el medio del campo increíble, no falla pases, es espectacular este tío. Es espectacular, lleva la leche de minutos jugados. Yo no sé cómo le aguanta las piernas. 24 لا يمكنه أن يغادر ألمانيا إلا ومعه الكأس الرابع له في أوروبا ليأخذ الأفضلية على من سواه في ذلك. حسن سالم، بإن سبورتس، مدريد. إذن الجماهير الإسبانية تحلم بالتتويج للمرة الرابعة في لقب هذه النسخة. أعود إليك هشام. إذن المنتخب الإسباني أمام فرنسا في المباراة نصف النهائي غاب ثلاثي عن هذا المنتخب، كارفاخال وبيدري ونورماند، ولكن قيل أن نورماند وكارفاخال سيكونان حاضران في المباراة النهائية. هذا يعني أن خيارات لويس دي لافوينت دائما ناجحة، وأن اللاعبين البدلاء في المنتخب الإسباني بقيمة الأساسيين في هذا المنتخب. طبعا لا يوجد فرق، يعني أي 11 لاعب سيتواجدون في الملعب لدى المدرب يوصفهم الثقة ومتأكد أنهم سيؤدون بطريقة مميزة وسيكونون على قدر المسؤولية. المنتخب الإسباني زي ما قلت حضرتك هو منتخب يعني من بداية البطولة منتخب ممتع، الأداء يقترن بالنتائج، وهذه يعني نادرا ما تحدث. هناك منتخبات أو فرق تحقق نتائج بدون أن تظهر بمستوى مميز أو مستوى ممتع، ولكن منتخب إسبانيا جمع بين الشيئين، الأداء والنتائج. هو بالفعل منتخب كبير، منتخب يستحق أن يتواجد في النهائي وأن يتوج باللقب، لكن كرة القدم علمتنا أن المفاجآت واردة في أي وقت. المفاجآت من الممكن أن تحدث. منتخب إنجلترا ليس بالمنتخب الهين أيضا، ومن الممكن أن يتوج باللقب فريق منتخب يركن إلى الدفاع، ومن الممكن في الشوط الثاني كما تحدث في مباراته السابقة. كما هو التحدي منتظر إن كان بين إسبانيا وإنجلترا، كان هناك التحدي الذي تحدثنا عنه ما بين أبو عبيدة اليندوزي وإبراهيم خضر. إبراهيم أصر بأنه قد تفوق في تحدي الكارتينج والسباق بالسيارات ما بينهما. الآن حانت لحظة الحقيقة لنتعرف بهذا التقرير من فاز، أبو عبيدة اليندوزي أم كما ادعى إبراهيم خضر.